احنا تيم ناتشورال ماجيك جامعه المنوفيه، والاسك بتاعنا 1.5 مليون. اوكي، وي ار ناتشورال ماجيك، واحنا بنقول ان احنا بنحل التحديات اللي بتواجه مرضى الحروق. According WHO World Health Organization في حوالي 11 مليون شخص بسبب الحروق سنويا على مستوى العالم، وعلى مستوى مصر 250 ألف شخص بسبب الحروق سنويا على مستوى مصر. الحروق مش بتأثر بس على الحالة الجسدية للمريض، بس برضه بتأثر على الحالة النفسية للمريض. ومعظم المنتجات اللي موجودة في السوق بتعالج الحروق كإنفكشن كالتهابات، بس بتنسى تعالج الآثار الناتجة عن الحروق. وعشان نقدر نحل المشكلة دي عملنا برودكت ناتشرال برودكت بروفايدد بالنانو تكنولوجي عشان نعالج الحروق والآثار الناتجة عن الحروق بطريقة طبيعية من غير ما نستخدم ليزر أو عمليات التجميل. وبكده هنقدر نحل رؤية من رؤية مصر 2030، وهي الاهتمام بمرضى الحروق بإقامة مستشفى أهل مصر، أكبر مستشفى تخصصية لعلاج الحروق على مستوى الشرق الأوسط، وبعض أهداف التنمية المستدامة شبه SDG 1 و3 و5. الفيتشرز عندنا في البرودكت عندنا 3 فيتشرز أساسية. أول حاجة اللي احنا بنعالج ناتشرال طبيعي من غير ما نستخدم أي كيميكالز أو أي ليزر أو عملية تجميل. تاني حاجة إن فترة العلاج قليلة، لأن مريض الحروق بيحتاج إن هو سرعة في العلاج نتيجة التشوهات اللي بتبقى موجودة في وشه. فاحنا عندنا الفيرست ديجري بياخد 7 أيام، والدرجة الثانية 14 يوم، والدرجة الثالثة 22 يوم. ثالث حاجة الكوست. ودي كانت بعض من الترينرز في المستشفى جامعة المنوفية ومستشفى أهل مصر اللي احنا نزلنا نشوف سيرفي ومرضى الحروق في المستشفيات. الماركت سايز، مرضى الحروق بيصرفوا على مستوى العالم 12.6 مليار دولار عشان يعالجوا الحروق سنويا، وعلى مستوى مصر 275 مليون دولار سنويا عشان يعالجوا الحروق على مستوى مصر، وعلى مستوى الدلتا 18.7 مليون دولار. احنا عندنا 3 كومبيتيتورز اساسيه. اول حاجه ميبو وسكارو وكيما جل. ميبو من المميزات بتاعته ان هو بيعالج الالتهابات والبكتيريا بافشنسي عاليه جدا، بس المريض لما بيستخدمه بينتج عنه اثر نتيجه الحروق، بيبقى فيه اثار. سكارو جل من اعلى المنتجات اللي هي بتعالج الاثار الناتجه عن الحروق، بس مش بيعالج التهابات، وده بيبقى سعره عالي ب 990 جنيه مصري. فاللو انكم كانترز ما تقدرش تشتري، والناس اللي ذو دخل منخفض ما بتقدرش تشتري عشان تعالج الحروق. فاحنا المنتج الموجود في السوق من 750 ل 990 جنيه مصري، احنا المنتج بتاعنا ب 450 جنيه مصري. يعني كانه بيجمع كل المميزات في واحد، صح؟ بالظبط. احنا عندنا التايم لاين. احنا بدأنا ندرس المشكله في 2021، نزلنا نشوف السيرفي لمرضى الحروق والمشاكل اللي هي بتواجههم. تاني حاجه بدأنا ان احنا نعمل الاويلمنت اللي هو المرهم عشان يعالج الحروق والاثار الناتجه عن الحروق. وبعد كده خدنا تريننج في النانو تكنولوجي. بعد ما اتصنفت بافضل 20 على مستوى قاره افريقيا في النانو تكنولوجي، بدأت ان انا اصنف في النانو تكنولوجي في البرودكت عشان اعلي كواليتي العلاج والابسوربشن وسرعه العلاج تزيد في النانو تكنولوجي. كانت سنه 2023. في الفيتشر بلان بتاعتنا احنا عايزين ان احنا شغالين عليها ان احنا نعمل منتجات خاصه بمريض الحروق، ان احنا بتبقى زي الشاش والمرتبه اللي بينام عليها تبقى بروفايدد بالنانو تكنولوجي عشان يحس بالراحه اثناء فتره العلاج. لان احنا بنعالج حروق، بنعالج الالم ساعتها، بس بننسى ان في الم اكبر، وده بيسبب تنمر وحاله نفسيه بعد كده. فالشاشه اللي بيستخدمه بيسبب له الم، المرتبه اللي بين عليها بيسبب الم. فاحنا عندنا في الفيشر بلان بتاعتنا هنعمل كل المنتجات اللي بيحتاجها مريض الحروق اثناء فتره العلاج، حتى الملابس اللي نلبسها تكون مخصصه اثناء فتره العلاج. ودي كانت بعض السيرتيفيكنت والبراءة الاختراع اللي احنا خدناه من وزارة البحث العلمي برقم 575، والسيرتيفيكنت اللي خدناه من البرميشنز اللي احنا نقدر نعمل الاكسبيرمنت على الراتس. ودي كانت صور من الراتس اللي احنا جربنا على الكلينيكال ستادي والمعامل كلية علوم جامعة المنوفية وكلية صيدلة جامعة المنوفية والNTRC في البريتش يونيفرسيتي ان ايجيبت. واحنا التيم بتاعنا سلمى المعاز بيتنت اونر وتوب 20 ساينتست في افريقيا في النانو تكنولوجي، وزميلي احمد عبد العزيز. استاذنكم احمد يطلع. واحنا بنأسك ان احنا محتاجين 1.5 مليون جنيه مصري عشان نقدر ان احنا نبدا نعمل برودكت كاول 5000 حبوه في السنه الاولى عشان نحقق ريفنيو 2 مليون و225 جنيه مصري. برافو يا سلمى، برافو. سامح، انت قلتي ان انتوا بتعملوا كلينيكال ستاديز، بس الصور اللي انت عرضتيها كلها كانت انيمال ستاديز، يعني دي اسمها بري كلينيكال ستاديز مش كلينيكال ستاديز. طبعا في فرق كبير ما بين ده وما بين ده، خاصه لو احنا دلوقتي هنحاول ان احنا ناخد تصريح بمنتج دوائي، صح؟ فالمنتج الدوائي يستلزمه ان يكون فيه كلينيكال ستاديز مش بري كلينيكال ستاديز. هل انتوا عندكم خطه لده ولا لا؟ اول حاجه دي كبري كلينيكال ستادي احنا عملناها بالراتس تحت اشراف كليه صيدله دكتور احمد عاطف دنيا، وكيل كليه الدراسات العليا بكليه صيدله، هو المسؤول عن الفارماكولوجي اللي في الراتس نفسها. لما نقدر نعمل كلينيكال ستادي على الراتس، ودي حضرتك اكيد عارف ان دي ذا فيرست ستيب في الساينتفك ريسيرش اللي احنا بنجرب على الانيمالز الاول. الخطه فاحنا جربنا على الانيمالز تحت اشراف دكتور احمد عاطف دنيا في كليه صيدله صح يا سلمى، كبري كلينيكال ستادي.
صح يعني ايه ده، بس دي اسمها بري كلينيكال ستاديز. بالظبط، وبعدين preclinical يعني لازم نبقى منضبطين في المصطلحات عشان المنتج ده بيتباع للناس يعني. بالظبط. فقبل ما فعشان يجي الخطه للناس. اللي حضرتك، وده السؤال الثاني من سؤال حضرتك، الخطه اللي احنا عاملينها عشان نقدر نعمل كلينيكال ستادي على الهيومن، ودي اللي احنا عملناها بالفعل في الصوره اللي انا كنت موضحاها لما رحنا عملنا ديل مع رئيس مستشفى الجامعه في جامعه المنوفيه، في رئيس قسم الحروق كطوارئ الحروق موجود في الجامعه. احنا قلنا له احنا عندنا 1 2 3 والخطه بتاعتنا ان احنا نعمل منتج والاشراف بتاعنا الجامعه، واخدين بروتوكول او اوراق معانا بده اللي احنا بعد فتره هنيجي ننفذ الدواء زي ما احنا البروتوكول ماضيين فيه اللي احنا عملنا الكلينيكال ستادي دي ونجحت في الريتس، هنبدا نجربها على الهيومن. يعني يا سلمى احمد، طبعا الفلوس اللي انتوا طالبينها عشان تو ديفلوب ا برودكت، يعني انتوا هتطوروا المنتج ويبقى فيه انتاج على مستوى الايه البيع وكده، صح؟ بس انا شايف ان انتوا لسه المرحله بتاعت الكلينيكال ستاديز لسه، والتصاريح الخاصه بوزاره الصحه وكده لسه قدامها وقت. يعني لازم يتعمل، لازم اي فلوس هيتم استثمارها تروح في الحته دي، في الار ان دي زائد الايه اللايسنسنج او عمليه اللي هي ان انتوا تاخدوا تصريح من وزاره الصحه. هل ممكن تستخدمي مستحضر طبي بدون ان انت تدخلي النانو تكنولوجي في تصنيعه؟ اقدر طبعا. وهيبدا بمعالجه الحروق. بالظبط، نبدا بمعالجه الحروق. طب انا عايز اسبق احمد فايق. واضح كده ان الساده الدكاتره المتخصصين معجبين بالمنتج، وواضح فعلا يعني واضح ان هو حاجه طالما خدوا براءه اختراع وفي منتج شغالين عليه من سنه 21، فاعتقد احنا لازم نشجعهم. وانا ببتدي ان انا ان ب 400,000 200,000 مرتبطة زي ما حضرتك قلت بوجود خطة بحثية لتطوير المنتج وعمل التجارب اللازمة ليه عشان خاطر الحصول على التصاريح الطبية. ميرنا ان 200,000 بس فوكس على further research clinical studies التصاريح، وبعدين نرجعوا لنا بقى تاني نتكلم في البيزنس بلان. سامح ولو عايزين اي حاجه تحت امركم يعني انا 100,000 جنيه. وانا ب 100,000 واستاذن دكتور مش عايزين نجمعهم هما الاثنين مع بعض تاني، العمليه بتبقى صعبه. البروسيس كلها هنتعبوا معانا ان هو يبقى يعني بيدينا دايما انسايتس في ان ده يبقى موجود ان شاء الله في الماركت. يبقى ألف مبروك لجامعة المنوفية، 1,000,000 جنيه دعم من جين زي ودعم تقني أيضا من دكتور سامح سعد.